السلام عليكم. النهاردة هتشوف بعينك عملية الولادة القيصرية خطوة خطوة. ركز في الفيديو عشان في أسئلة في النهاية تعرف تجاوب عليها. بس قبل ما نبدأ أتمنى تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. تمثل نسبة الولادات القيصرية في مصر 72% من إجمالي الولادات، ودي نسبة كبيرة جدا مقارنة بالنسبة العالمية اللي بتمثل 21% من إجمالي الولادات. في التاريخ المحدد للولادة القيصرية، أول ما بتوصل الأم للمستشفى بيتعمل لها سونار عشان يتم تقييم الحالة العامة للجنين ووضعه داخل الرحم، وبنقيس العلامات الحيوية للأم للإطمئنان على حالتها الصحية قبل إجراء الجراحة. وبيتم تركيب كانيولا وريدية لإعطاء الأدوية والمحاليل. في البداية بيتم تخدير الأم تخدير كلي أو نصفي، لكن للعلم أغلب الولادات القيصرية بتتخدر نصفي لأنه أكتر أماناً سواء للأم أو الطفل، وده بيتم عن طريق إدخال إبرة في فقرات الظهر وحقن المادة المخدرة اللي بتخلي الأم مش حاسة بالنص السفلي من الجسم. وللعلم بتكون واعية تماماً لكل حاجة بتحصل في غرفة العمليات. بعد التخدير بيتم تركيب قسطرة بولية للأم لتفريغ المثانة من البول، وده بيدي مساحة أوضح للجراح أثناء العملية وبيقلل خطر إصابة المثانة أثناء إجراء فتحة القيصرية. بعد كده بيتم تعقيم منطقة البطن باستخدام البيتادين الجراحي. وفتحة الولادة القيصرية بتكون إما أفقية أو رأسية، لكن طبعا في أغلب الحالات بتكون الفتحة أفقية. وبيتم قطع طبقات الجلد الثلاثة وطبقة الدهون، وبعد كده بتظهر طبقة اللفافة وبيتم قطعها، وبعدين بتظهر عضلات البطن، وطبعا صعب إن الجراح يقطعها فبيتم سحبها إلى الجانبين. بعد كده بيظهر الغشاء البريتوني وبيتم قطعه عشان يظهر الرحم اللي بيتكون من 3 طبقات بيتم قطعهم. وهنا بتظهر رأس الجنين، فبيقوم الجراح بالضغط على بطن الأم من الأعلى عشان يتم دفع الجنين لخارج الرحم، حيث يتم إخراج رأس الطفل ثم الكتفين ثم باقي الجسم. بعد إخراج الطفل بيكون ما زال متصل بالمشيمة عن طريق الحبل السري، وهنا الجراح بيقوم بوضع 2 كلامب أو مشبكين على الحبل السري وبيقطع بينهم. بعد كده بيتم سحب المشيمة لخارج الجسم، وبعدين بنخيط الرحم وكل طبقات البطن اللي تم قطعها. بعد كده بنعمل إجراء اسمه سكين تو سكين، يعني بنضع الطفل المستقر صحيا مباشرة بعد الولادة على صدر الأم، وده ثبت علميا إنه بيشجع الرضاعة الطبيعية مبكرا وبيساعد على تهدئة الطفل وبيعزز إفراز هرمونات تقوي الارتباط العاطفي بين الأم والطفل وبين بعض، وبينظم تنفس الطفل ونبضه. أما في حالة عدم استقرار حالة الطفل فيتم وضعه في الحضانة لمتابعة العلامات الحيوية وإعطاء التغذية اللازمة، وبتختلف مدة بقاء الطفل في الحضانة بناء على استقرار التنفس ونسبة الأكسجين والرضاعة ونسبة الصفرة واستقرار كل العلامات الحيوية. أما بالنسبة للأم فعادة بتخرج بعد الولادة القيصرية بيومين إذا كانت حالتها مستقرة ولا يوجد مضاعفات. وده بيطرح سؤال مهم جدا: إيه هي أسباب أو المضاعفات اللي بتطول مدة بقاء الأم في المستشفى بعد القيصرية؟ 1. النزيف الشديد بعد الولادة. 2. العدوى في مكان الجرح. 3. الارتفاع في ضغط الدم أو ارتفاع الحرارة المستمر. 4. جلطات الساق أو DVT. بعد خروج الأم من المستشفى بيتم الغيار على الجرح يوميا بمحلول ملح وبيتادين، وبيتم وضع غيار معقم جديد لحين الالتئام الكامل للجرح. بعد كده الأم بتمارس حياتها بشكل طبيعي. وقبل ما نختم خلينا أقول لك شوية معلومات عن الولادة القيصرية ممكن تكون جديدة عليك. المعلومة الأولى: الجرح الداخلي في القيصرية بياخد وقت أطول بكتير من الجرح الخارجي، وده لأن الرحم محتاج شهور علشان يرجع لحجمه الطبيعي بعد الولادة. المعلومة التانية: منظمة الصحة العالمية بتنصح إن السيدة تنتظر من 18 ل 24 شهر قبل الحمل مرة تانية بعد القيصرية لتقليل خطر تمزق الرحم
ولضمان تعافي الجسم بشكل كامل. المعلومة الثالثة، لو السيدة عملت قيصرية واحدة بس، فمن الممكن في 90% من السيدات إنهم يولدوا طبيعي في المرة اللي بعدها لو الحالة مناسبة. المعلومة الرابعة، نسبة العمليات القيصرية في العالم في ارتفاع كبير حسب آخر تقارير منظمة الصحة العالمية. المعلومة الخامسة، المشي بدري بعد العملية حتى لو خطوات بسيطة بيساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل خطر الجلطات وبيسرع التعافي بشكل ملحوظ. السؤال الأول: نسبة الولادات القيصرية في مصر كام تقريباً من إجمالي الولادات؟ 21%، 50%، 72%، 35%. السؤال الثاني: ليه أغلب عمليات القيصرية بيتم فيها استخدام التخدير النصفي؟ لأنه أرخص، لأنه أكثر أماناً للأم والطفل، لأنه أسرع، لأنه بيخلي الأم تنام أطول بعد العملية. السؤال الثالث: قبل فتح القيصرية الجراح بيعمل إيه لتجهيز مكان العملية؟ بيقيس ضغط الدم بس؟ بيعقم منطقة البطن بالبيتادين؟ بيسحب عينات دم؟ بيعمل رسم قلب للجنين؟ السؤال الرابع: ليه بيتحط الطفل على صدر الأم بعد الولادة مباشرة؟ علشان صور السوشيال ميديا؟ علشان يدفى؟ لأنه بيساعد على الرضاعة وبيهدي الطفل وبيعزز ارتباطه بالأم؟ علشان ينام أسرع؟ السؤال الخامس: من الأسباب اللي ممكن تخلي الأم تقعد فترة أطول في المستشفى بعد القيصرية: اختلاف نوع التخدير، وجود توائم، نزيف شديد أو عدوى أو ارتفاع ضغط، وزن الطفل كبير. السؤال السادس: ليه بيتم ترجيب قسطرة بولية بالأم قبل العملية القيصرية؟ لتخفيف الألم؟ لتفريغ المثانة ووضوح مكان الجراحة؟ علشان التخدير يشتغل أسرع؟ علشان الطفل يخرج أسهل؟ السؤال السابع: إمتى الجراح يقرر إن الولادة القيصرية لازم تكون عاجلة؟ لما الأم تكون مرهقة؟ لما نبض الجنين أو الأكسجين يبدأوا يقلوا بشكل يهدد حياته؟ لما الطفل وزنه يكون صغير؟ لما الأم تكون خايفة من الولادة الطبيعية؟ السؤال الثامن: ليه الجرح الداخلي للقيصرية، جرح الرحم، ممكن ياخد شهور طويلة عشان يلتئم، رغم إن الجرح الخارجي بيبان إنه بيلتئم أسرع؟ لأن الرحم عبارة عن عضلة كبيرة بتحتاج وقت عشان ترجع لحجمها، لأن الخيط المستخدم ضعيف، لأن الدهون حوالين الرحم بتأخر الالتئام، لأن الأم بتتحرك كتير بعد العملية. السؤال التاسع: ليه التخدير النصفي في القيصرية بيعتبر أكثر أماناً من التخدير الكلي، رغم إن الاتنين بيشيلوا الألم؟ لأنه بيخلي الأم تبقى صاحية وبالتالي الجراح يلاحظ أي مشكلة بسرعة، لأنه بيقلل خطر انقباض الرحم، لأنه بيزود كمية الأكسجين للطفل، لأنه بيقلل مدة العملية للنصف. السؤال العاشر: إمتى الطفل بيتحط في الحضانة بعد القيصرية؟ لو وزنه كبير؟ لو الأم عايزة ترتاح؟ لو العلامات الحيوية مش مستقرة؟ لو نوع التخدير نصفي؟ لو عرفت الإجابة اكتب لي في الكومنتات. لو عايز تستفيد معانا كل يوم معلومة طبية أو تمريضية، اشترك في القناة وفعل زر الجرس، وإن شاء الله معانا هتتعلم التمريض كعلم ومهارة من A to Z.